بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. معادنا النهاردة إن شاء الله مع حل أسئلة أو تمارين التفكير الإبداعي على الدرس الثالث في الهندسة. درس التوازي. احنا في صفحة 209 من كتاب المعاصر. والسؤال رقم 11 بيقول: اوجد قيمة إكس في كل من الأشكال الآتية. دي الزاوية اللي قيمتها إكس أو قياسها إكس. عاوز يعرف قيمة الزاوية دي أو عاوز يعرف قيمة إكس. طبعا إحنا عندنا هنا شعاعين متوازيين. مش هنقدر نستفيد من هذا التوازي إلا لو عملنا عمل. معظم أسئلة التوازي اللي بتكون صعبة إنك بيكون عندك شعاعين متوازيين ومفيش قاطع ليهم مباشرة، يعني مفيش قاطع هنا كده للمستقيمين أو الشعاعين المتوازيين. فاحنا هنعمل عمل، هنرسم مستقيم او شعاع موازي ليهم هما الاتنين من النقطة دي. يعني هنقسم الزاوية اكس دي لزاويتين، هنسميها الزاوية دي زاوية واحد مثلا، والزاوية دي زاوية اتنين. يبقى اكس بتساوي قيمة واحد زائد قيمة اتنين. الزاوية اتنين دي طبعا احنا عندنا الشعاع ده او المستقيم ده بيوازي المستقيم ده والمستقيم ده. وعندنا هنا في قاطع صغير اهو من النقطة دي حتى النقطة دي اهو، ده قاطع. وبالتالي زاوية واحد اللي هنا دي هتساوي الزاوية 35 بالتناظر. زاوية واحد اللي احنا سميناها واحد هتساوي الزاوية 35 بالتناظر. عندنا شعاعين هم بيوازوا بعض او مستقيمين، وفي قطعة مستقيمة عندك اهيت قاطعة لهما هما الاثنين اللي انا عاملها بالاحمر دي. وبالتالي ظهرت عندنا زاويتين، زاوية واحد والزاوية 35 في بينهم تناظر، وبالتالي هما بيساووا بعض. يبقى زاوية واحد بتساوي 35. يبقى زاوية واحد دي 35. نيجي لزاوية اتنين بقى، برضو الشعاع ده بيوازي الشعاع ده. زاوية اتنين بتساوي الزاوية 65 برضو عشان بينهم تناظر. يبقى زاوية اتنين دي 65 درجة. يبقى زاوية اكس اللي هو عاوزها زاوية واحد زائد اتنين، اللي هي الزاوية الكبيرة دي كلها. واحد زائد اتنين يبقى 35 زائد 65، يعني زاوية يعني 100 درجة. يبقى قيمة اكس هنا 100 درجة. المسألة التانية برضو هتحتاج عشان تستفيد بالتوازي ده لازم تعمل عمل شعاع يوازي الشعاعين دول او مستقيم يوازي المستقيمين دول، مش هتفرق. وبالتالي برضو احنا قسمنا زاوية اكس لزاوية واحد وزاوية اتنين، يعني زاوية اكس بتساوي واحد زائد اتنين. بص للمستقيم اللي فوق ده والمستقيم اللي احنا عاملينه عمل ده، او الشعاع ده والشعاع ده. زاوية واحد طبعا والزاوية اللي هي 105 الاتنين داخلتان وفي جهة واحدة من القطع، يعني الاتنين مجموعهم 180 درجة. يبقى زاوية واحد دي كام؟ 180 ناقص 105 يعني 75 درجة. دي زاوية واحد. طب زاوية اتنين برضو نفس الشيء، زاوية اتنين زائد 115 180 برضو هما داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع ده. يبقى زاوية اتنين 180 ناقص 115 يعني 65 درجة. يبقى زاوية اكس واحد زائد اتنين 75 زائد 65، يعني زاوية اكس بتساوي 140 درجة.
هنا في الشكل المسألة الثالثة برضه نفس الشيء، هنحتاج يستحسن طبعا ان احنا نعمل شعاع موازي للشعاعين اللي عندي هنا دي. وبالتالي قسمنا برضو زاوية اكس لزاويتين، زاوية واحد وزاوية اتنين. زاوية واحد هتساوي الزاوية 25. طبعا الشعاع ده اللي احنا سمينه بيوازي المستقيمين دول او بيوازي الشعاعين دول، ممكن تتخيلوا كده برضه. زاوية واحد هتساوي الزاوية 25 بالتبادل، وزاوية اتنين هتساوي الزاوية 20 درجة دي بالتبادل. وبالتالي زاوية اكس بتساوي واحد زائد اتنين، يعني 25 زائد 20، يعني اكس بتساوي 45 درجة. نيجي للمسألة رقم 4. نفس الشيء برضو هنعمل عمل. عندنا هنا مستقيمين متوازيين، هنرسم مستقيم من النقطة دي يوازي المستقيمين اللي عندي، وبالتالي الزاوية 95 دي قسمتها لزاويتين، خلينا نسميها واحد واتنين. الزاوية اتنين اللي هي الزاوية دي في وضع تناظر مع الزاوية 70 درجة دي، يبقى الزاوية اتنين كام؟ 70 درجة. يبقى الزاوية واحد بتساوي 95 ناقص 70. الزاوية واحد زائد اتنين 95. احنا جبنا اتنين ب70 درجة زي اللي تحت دي، لأن هما الاتنين متناظرتان. وبالتالي الزاوية واحد 95 ناقص 70، يعني الزاوية واحد دي كام؟ 25 درجة. زاوية واحد اللي هي دي. الزاوية واحد دي مع الزاوية دي الاتنين في وضع تناظر، المستقيم ده بيوازي المستقيم ده، يبقى الزاوية دي كام؟ 25 درجة. يبقى اكس هنا كام؟ اكس والزاوية دي الاتنين 180. يبقى اكس 180 ناقص 25 ب155. يبقى اكس هنا تساوي 155 درجة. نيجي عند المسألة رقم 5. احنا طبعا ممكن نوصل ده كده، بس طبعا الأسهل لك إنك ترسم شعاع هنا يوازي الشعاعين اللي عندك دول، بيوازي. ده أسهل حاجة. وبالتالي الشعاع اي بي ده هنسمي الشعاع ده اي اف مثلا. الشعاع اي اف ده بيوازي الشعاع اي بي. وبالتالي الزاوية دي كلها زائد الزاوية 120 الاتنين 180، يعني الزاوية دي كلها كام؟ 180 ناقص 120 60. وهو مديني الزاوية الصغيرة دي 20 اهي، يبقى الزاوية اللي بقى دي كام؟ 40. الزاوية الصغيرة دي 40 اللي احنا جبناها دي. الزاوية 40 دي هي والزاوية اكس الاتنين داخلتان في جهة واحدة من القاطع اللي هو اي سي. عند الشعاع سي دي بيوازي اي اف اللي احنا عملنا عمل. وبالتالي اكس زائد 40 180، يبقى اكيد اكس دي بتساوي كام؟ 180 ناقص 40 يعني 140. اكس بتساوي 140 درجة. نيجي للمسألة رقم 6. المسألة رقم 6 طبعا ما اعتقدش هنحتاج نعمل فيها عمل. عندي الزاوية دي طبعا عندي مستقيمين متوازيين اهو، فيه مستقيمين قاطعين لهما. هو عاوز يعرف قيمة اكس. لو هبص الاقي ان الزاوية اللي الاتنين اكس دي في وضع تناظر مع الزاوية دي، يبقى الزاوية دي هي كمان 2 اكس. يبقى الزاوية دي كلها
180 درجة. يبقى 2 اكس زائد الزاوية دي اللي هي 5 اكس زائد 40، الزاوية دي الاتنين مجموعهم 180، زاوية مستقيمة. وبالتالي 2 اكس زائد 5 اكس زائد 40 بيساوي 180 درجة. 2 اكس و5 اكس 7 اكس زائد 40 بيساوي 180. يبقى 7 اكس بيساوي 180 ناقص 40، يعني 7 اكس 180 ناقص 40 يعني 140. يعني إذا اكس بتساوي 140 على السبعة، يعني هتساوي فيها 20 درجة، يعني اكس بتساوي 20 درجة. الطالب البطل اللي فضل معنا لغاية دلوقتي ده طالب عاوز يفهم وعاوز يبقى حاجة. يا ريت ما يستخسرش يعمل لايك ويشترك في القناة ويشير الفيديو مع زمايله عشان الفائدة تروح للجميع إن شاء الله. وأي حد فيكم عنده استفسار أو سؤال يسيبولي في التعليقات وأنا هرد عليه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.